ندير معكم طاجين الشيفلور واحد البنه ما نحكي لكم جا بزاف بنين. شوفوا اللي ما ياكلش الشيفلور عندكم في الدار جربوا هاد الطريقه ان شاء الله باذن الله راح ياكلوه. هنا عندي راس شيفلور بعد ما غسلته مليح درت له الملح. انا راح نفورو تقدروا تغلوه اختياري. هنا في طاجين درت حوالي 3 ملاعق زيت ودرت اللحم تاعنا يتقلى دجاج. لازم تقلوا الدجاج تاعكم مليح باش يعطيكم بنه. هنا عندي حبه بصل فرمتها راح نقليها ونخليهم يتقلاو مليح مع الدجاج. زدت عليها حبه طماطم شويه متوسط الحجم والتوابل فلفل اسود كركم والزنجبيل والملح. خليهم يتقلاو كامل مع بعض مليح 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 باش يجيكم بنين. هنايا عندي حميصه نص طياب راح نرميها دوكا خاطش طاجين كما تعرفوا يطيب على نار هاديه وما كلتو ديما تجي بنينه. ضفت له حوالي كاس ماء وراح نخليه يطيب على نار هاديه. هنا الشيفلور تاعي بعد ما فار تقدروا كيما قلت لكم تغليه. درت له نفس التوابل 2 ملاعق ونص خبز مرحي وقزبر. كان عندي قزبر في المجمد وراح نشكله كرات يعني معقوده. تقدروا ديروه شكل تبيعات لا معقوده كيما اللي ندير انا رشيته برك بالفرينه ما راحش ندير لا شابلور. درت مباشره في البيض كيما كانوا يديروا ناس بكري. ما تنسوش تجربوها واللي يشوف الفيديو اول مره ما تنساش تشترك وتفعل الجرس. ان شاء الله يعجبكم وصفاتي ووصفاتنا التقليديه. شوفوا بعد ما طاب هنايا خلوا فيه شويه روا في الطاجين تاعكم خاطش كي تطفوا على الطاجين هو يقعد مازال يطيب ينشف معاكم. في الاخير زينت بشويه قزبر ولا معدنوس اللي كان متوفر عندكم. ها هو واجد معنا. ما تنساوش تجربوا هالطبق. سلام.